ليه لازم تبدا تطور من نفسك، وازاي اصلا تبدا تطور من نفسك؟ قليل جدا لما بتلاقي حد بيسال نفسه السؤالين دول، وده بلا شك واحد من اهم الاسباب وراء جهل وفشل واكتئاب كتير من الناس. طب ايه المشكله لو انت بدات رحلتك في تطوير نفسك؟ الاجابه القصيره خالص انك هتعاني بعدين، الاجابه الطويله انك هتعاني بعدين وهتندم ندم كبير جدا على كل ثانيه ضيعتها على حاجه ما نفعتكش دينيا ولا دنيويا، وساعتها هيكون من عند ربنا انك تستاهل المصير السوداوي ده، لانك ما خدتش بالاسباب ولا سعيت اصلا ورا اي حاجه عشان ربنا يوفقك. انت قاعد مريح على الكنبه طول اليوم، حياتك روتينيه جدا وممله، ما بتحاولش تغير فيها، ما بتحاولش تطور من نفسك، ما بتحاولش تحسن من نفسك باي شكل من الاشكال. فازاي بقى مستني ان يكون عندك مستقبل احسن؟ طبيعي يكون مستقبلك سيء جدا او عادي جدا، ممكن حتى ما يكونش عادي، يكون اسوأ من العادي. وياك تفتكر ان رزقك هيجي لك وانت قاعد مريح على الكنبه. ايوه رزقك مكتوب لك، بس لازم تسعى عشانه، ما ينفعش تفضل قاعد ومريح وتقول رزق هيجي لحد عندي. وانا هنا كلام عن الرزق الدنيوي اللي هو زي الفلوس والصحه وراحه البال والكلام ده. اما لو هنتكلم عن الاخره ففي ايه ناس كتير فاكراها انها بتتكلم عن الدنيا بس، ولكن الايه دي بتتكلم عن الدنيا والاخره برضه. طب ايه بقى احسن طريقه ممكن الواحد يسعى بيها انك تطور من نفسك؟ تطور نفسك من كل الجوانب وعلى راسهم الجانب الديني، بس في فرق كبير بين الدنيا والاخره، ان على حسب سعيك في الدنيا هتاخد عليه درجه كبيره في الاخره. اما في الدنيا ممكن تسعى بس ما تاخدش اللي انت عايزه بالظبط، ولكن رزقك ده هتاخده بس بشكل تاني، ممكن تاخده على هيئه صحه، راحه بال، محبه من الناس، ممكن اي طريقه تانيه تاخد بيها الرزق ده، مش شرط يبقى فلوس يعني. بس ده برضه مش معناه انك تبدا تريح وما تسعاش، لا برضه لازم تسعى. هو انت كده كده في الاخر ربنا هيديك احسن حاجه ليك انت، مش شرط اللي انت عايزه بالظبط، فانت كل عليك انك لازم تسعى. وزي ما قلت احسن طريقه للسعي هي تطوير نفسك. عشان تبدا رحلتك في تطوير نفسك صح لازم تبدا بحاجات صغيره شويه، وده اول جزء في سلسله تطوير نفسك، وهينزل منها فيديوهات كتير. يعني مثلا ما ينفعش انت تبقى زيرو مهارات وعايز تبقى مليونير، فانت لازم في بدايه رحلتك في تطوير نفسك تبدا بحاجه بسيطه، حاجه تقدر تعملها. ما تبص على الحاجه المظلمه اللي قدامك اللي انت مش قادر توصل لها دلوقتي، خدها خطوه خطوه، ما ينفعش تاخد الحاجه مره واحده. يعني ركز على الحاجه اللي انت تقدر تعملها دلوقتي. وتطبيق المثال ده ان ما ينفعش انك تكون شخص كسول ومش منضبط وروتينك سيء جدا وتقول انا عايز اعمل بيزنس وعايز اعمل جسم كويس وعايز 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 وعايز، وانت اصلا ما فيش عندك اي التزام ولا انضباط. صدقني مش هتقدر، عشان انت لو اعتمدت على تحفيز الساعه 3 بالليل ده مش هتعمل اي حاجه. ما ينفعش تغير حياتك 180 درجه مره واحده، لازم تبدا خطوه خطوه وواحده واحده. فانت اول حاجه لازم تقدر تحدد القدرات بتاعتك، تحدد انت تقدر تعمل ايه وتحاول انك تنتظم عليه من النهارده. يعني مثلا على سبيل المثال انت مثلا عايز تتعلم انجليزي، فانت على الاقل تخصص ساعه يوميا تحاول تتعلم فيها مهارتين انجليزي. او مثلا انت عايز تبقى جرافيك ديزاينر، فتحاول انك تخصص وقت من يومك انك تتعلم فيه وتعلم ازاي تنظم وقتك. فانت خلال الفتره اللي عايز تتعلم فيها مثلا الانجليزي مثلا بتقضي يوم روتينك العادي، وبتحاول تخصص وقت معين في اليوم تلتزم انت عليه وتتعلم فيه المهاره اللي انت عايز تتعلمها. بعد اسبوعين بالظبط هتكون كونت العاده دي. بعد كده تبدا تحط هدف ثاني او تحط خطوه ثانيه، زي مثلا انك تبدا تظبط نومك. يعني مثلا في ناس بتنام طول النهار وتصحى طول الليل وده مش صحي، فانت مثلا بعد اسبوع هتكون ظبطت نومك وفي نفس الوقت لسه المهاره اللي انت بتتعلمها موجوده. فانت بتاخد الحاجه خطوه خطوه، ما ينفعش تعمل كل حاجه مره واحده. يعني مثلا ما ينفعش يكون حياتي كلها بايظه ومكركبه وانا عايز اعدلها في يوم وليله. مثلا بعد فتره تبدا تقلل استخدامك للسوشيال ميديا، يعني انت اكيد ما انتش عارف كميه الوقت اللي بتضيعه وانت قاعد على التليفون، وانت بتحاول تقلل استخدامك للسوشيال ميديا لسه انت محافظ على تنظيم نومك ومحافظ مثلا على المهاره اللي انت بتتعلمها. فاهم الفكره؟ انك بتعمل حاجه خطوه خطوه، انك بتعدل حياتك واحده واحده، مفيش حاجه بتيجي مره واحده. يعني بتاخد خطوه وتحافظ عليها وتنتظم، وبعدها تاخد خطوه وتحافظ عليها وتنتظم، وهكذا. مثلا بعد فتره تلاقي نفسك ظبطت نومك، قللت استخدامك للسوشيال ميديا، المهاره اللي انت عايز تتعلمها يمكن اتعلمتها. هتقول لي مثلا في شهر كامل او شهرين ما عملتش غير 3 حاجات. اقول لك ايوه، ان تطوير الذات رحله ما ينفعش تيجي مره واحده، وهتلاقي بعد فتره انك بدات تختلف عن الاول. اكيد مش الاختلاف ده تحسه في يوم وليله، هتحسه بعدها بفتره. يعني مثلا انت لو التزمت مثلا على الحاجات اللي انت عايز تعملها هتقعد شهرين 3، هترجع تبص لنفسك انت كنت بتعمل ايه زمان، تبص لنفسك دلوقتي هتحس بالاختلاف. زي مثلا عقليتك، تصرفاتك، تفكيرك عموما اختلف، كل حاجه فيك اختلفت، لان اصلا مستحيل انك تغير حياتك في يوم وليله. فانت لازم تبدا من التدرج من النهارده وما تكسلش. ابدا بالامكانيات اللي عندك دلوقتي، ابدا بالحاجه اللي تقدر تعملها. اختار حاجه واحده بس ركز عليها خلال الاسبوعين الجايين، وصدقني هنتعلمها وما تقلقش، انا مش هسيبك لوحدك. دي سلسله هنزل لك كل فتره عن حاجه تطور بها نفسك، زي مثلا قرايه كتب، زي مثلا ابسط حاجه خالص ازاي تظبط نومك، زي مثلا ازاي تغير عقليتك، المينتاليتي بتاعك. فتقريبا دي فرصتك لو انت عايز تطور من نفسك حقيقي وعندك التزام وصبر. فلو انت اول مره تشوفني ولسه اول مره تتابعني، في فيديوهات كتير نعملها على القناه هتفيدك قوي. واخر حاجه اشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد وتمشي معانا في الرحله دي والسلسله من اولها لاخرها. وبس كده، وافتكر دايما انك تستحق